قاتل للفيروسات والبكتيريا. قاتل للفيروسات والبكتيريا ده ايه؟ سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام، رب العالمين في كل مكان داخل مصر خارج مصر، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا الايام بخير ان شاء الله رب العالمين. اكلمك النهارده في ازاي تطهر مزرعتك اسبوعيا او تعمل برنامج تطهير للمزرعه بتاعتك اسبوعيا. ده سؤال جاي لي من حد حبيبي، يعني اخ كريم برضو بعتولي على القناه، وانا ما بتاخرش عن حد بيسال. اي حد يعلق لي او يسال سؤال ما تاخرش عنه ابدا. ازاي تطهر مزرعتك اسبوعي؟ الموضوع سهل جدا وبسيط، بس محتاج تنظيم مش اكتر. يعني انت لما بيبقى عندك مثلا وقت ملخبط وما انتش قادر تظبط دنيتك وبتاع، بتلاقي الدنيا باظت منك. اهم حاجه تنظم نفسك في موضوع التطهير، هتلاقي الامور ماشيه معاك كويس جدا. يعني ازاي اطهر مزرعتي اسبوعيا؟ هقول لك يوم الجمعه بس بكل بساطه، يوم اجازتك والدنيا رايقه معاك، بتيجي انت يوم الجمعه بتاعك ده وبتطهر المزرعه. بطهر المزرعه بايه؟ اقول لحضرتك صلى على النبي. انت هتطهر المزرعه اسبوعيا، كل اسبوع بحاجه شكل، مش هتطهر المزرعه كل اسبوع بنفس النمط بتاعها، لا ابدا. يبقى انت كده بيروح منك حاجات وبتخسر حاجات كتير. اولا انا لو عاوز اطهر المزرعه نفسها، المكان نفسه، الحيطان، الارضيات، البطاريات، خطوط الميه، ده تطهير. يعني ايه؟ يعني اطهر مزرعتي، يعني ايه؟ يعني خطوط الميه لها تطهير، الارضيه لها تطهير، الحيطان لها تطهير، القفص ليه تطهير. كل ده طبعا محتاج وقت ومحتاج منك مجهود. فانت لو ما رتبتش الكلام ده الدنيا هتبوظ معاك. اولا اقول لك لما تيجي تطهر، حابب تطهر الارضيه، تطهرها ازاي؟ طبعا النظافه اليوميه اللي انت بتعملها، اللي هو بتكنس مشمعاتك، بتنظف الارضيه. مش يا جماعه بس ان انا انظف المشمع، عزكم الله، اشتري الزبل اللي عليه والميه واغسله وخلاص وسيب الارضيه تتكنس كويس وتتظبط كويس كانك في بيتك بالظبط. ما تسيبش اي حاجه، مش تقول ايه انا خلاص كنست المشمعات وبتاع بكره اعمل الارضيه واجي وتلاقي الارضيه عزك الله بقت سيئه جدا وبقت وحشه جدا. يبقى ده برضه هيجيب لك مشاكل وهيعمل لك مشاكل. فازاي اطهر؟ طبعا الشغل اليومي، انا بنظف مشمعاتي، بنظف الارضيه، ده الشغل اليومي، ده ملوش دعوه ببرنامج التطهير اللي بنقول عليه. طيب انا عايز اطهر الارضيه يا عم محمد، والحيطان والبطاريات والسقف وكل الكلام ده. اقول لك ده بالفاركون اس. الفاركون اس حاجه ممتازه جدا. الفاركون اس قاتل للفيروسات والبكتيريا. قاتل للفيروسات والبكتيريا، ده ايه؟ الفاركون اس بيطهر ايه؟ البكتيريا والفيروسات. يعني حاجه جميله جدا، يعني حاجه محترمه قوي. يعني ده ما فيش فيه كلام، ده بقى بيطهر بيه كل حاجه. ده ممكن ان انا ارشه على الارض، وارشه على الحيطان، وارشه على السقف، مفيش مشكله، وارشه على البطاريات، مفيش مشكله، واحطه في جردل الميه سقوه للارانب. ينفع؟ ينفع. يبقى انا طهرت الارنب. يعني بص شوف انا عملت ايه، طهرت الارضيه والحيطان والقفص وخط الميه بالفاركون اس. اجي يوم الجمعه واجيب فاركون اس وجرام على اللتر واحط، وانا بطهر كده اقوم حاطط في جرادل الميه الفاركون اس جرام على اللتر، معطش الارانب وحاطط لهم جرام على اللتر. هيمشي في المواسير والارانب هتشربه والدنيا هتبقى زي الفل. وفي نفس الوقت انا احطه في الجردل يوم الجمعه، احطه في الجردل واسيبه، وارش بقى، اجيب البخاخه بتاعتي وامشي ارش البطاريات وارش الارضيات والمشمعات والعواميد. لو عندك عواميد زي دي، عندك حيطه زي دي، ارشها. كل ده مفيش فيه مشكله. مكانك كبير محتاج بخاخه كبيره، مكانك صغير معاك البخاخه الصغيره هتقضي الغرض. يبقى اول حاجه اعملها في التطهير الاسبوعي، او اول حاجه افكر فيها في التطهير الاسبوعي، ان انا ارش مزرعتي فاركون اس، ارضيات وحيطان وبطاريه، واحطه في جردل الميه. كده يبقى انا طهرت اهوتي، عملت كل ده في حاجه واحده. طيب يا عم محمد وده كافي؟ اقول لك ده الفاركون اس ده بيفضل شغال 3 ايام. بيفضل شغال قد ايه؟ 3 ايام مفعوله شغال 3 ايام. فحاجه كويسه جدا. يعني ماهوش تعبك في حاجه، وكمان بيشتغل لقدام شويه والامور ماشيه، وتبقى انت طهرت وامورك زي الفل اهوت.
او لو في بكتيريا او فيروسات هو بيقتلها. كده تمام قوي. يبقى انا كده طهرت اول حاجه المكان، اول حاجه طهرت بيها المكان. طيب اللهم صل على النبي، الجمعه اللي بعدها او الاسبوع اللي بعده اعمل ايه؟ ممكن بكل بساطه ما يبقاش فاركون اس، يبقى يود او بتادين، يبقى يود او بتادين. طيب اطهر بقى ازاي في الاسبوع اللي بعده؟ ركز معايا عشان الدنيا ما تروحش منك. انا طهرت الفاركون اس، حطيت في جرادل الميه. طب الاسبوع اللي بعده اعمل ايه بالبتادين؟ ممكن اعمل حاجه جميله جدا، ارش على الارانب بالبخاخه كده عليها بتادين، مفيش مشكله على القفص والارانب كده مفيش علف، وارش بالبتادين او باليود، ارش المزرعه كده. يبقى انا برضو بطهر القفص وبطهر اللهم صل على النبي الارنب، طهر مكان الارنب وكل الكلام ده زي الفل برضو بالبتادين. طب هنا بقى هغسل مواسير الميه، احط برضو بتادين. اقول لك هنا بقى، انت المره اللي فاتت حطيت فاركون اس، المره دي هتجيب لي ملح ليمون من عند العطار، مش ملح ليمون، تمام؟ وهتحطه في جردل الميه وتجريه في الايه، في قلب المواسير بتاع الميه دي مره واثنين، مره واثنين. يعني تعمل جردلين ثلاثه كده وتجريه مره واثنين وتجريه مره واثنين في قلب اي حاجه. الفركن اللهم صل على النبي، الملح ليمون، اي رواسب اي حاجه في الماسوره بياكلها. يبقى انا كده عملت ايه؟ نظفت الجمعه اللي بعدها، غسلت برضو الخط معايا. يبقى انا كل جمعه بعمل ايه؟ برش القفص والارنب والخط في الجمعه الثانيه، وخط الايه، وخط الحلمات والميه. يبقى انا كده ماشي كويس. دايما معايا كل جمعه بغسل الخراطيم وبنظف وبرش في المكان بتاعي وبطهر في المكان بتاعي. طب ده احنا كده بقى لنا 15 يوم طهرنا اول جمعه وثاني جمعه، ده بحاجه وده بحاجه. طب الجمعه الثالثه، الجمعه الثالثه ممكن احرق القفاص بالبسمول. يبقى انا هنا حرقت القفاص، يبقى انا هنا طهرت ارضيه ومكان، وطهرت بطاريه في المره الثانيه وارانب، وطهرت خطوط ميه، والمره الثالثه بطهر البطاريات بالنار، بحرق العين لو في شعر، لو فيه عزك الله حاجه من فرش العرقوبه انضفها كويس واشتلها واحرق على طول، ما يخليش ولا اي شعر ولا اي حاجه من ديتي، واحرق الحامل زي ما وريت لكم في الفيديوهات ديت. يبقى الجمعه الثالثه بعد 15 يوم حرقت بالنار. يبقى انا اول حاجه حرقت نظفت المكان، تاني حاجه البطاريات وخط الميه برضه. المره الثالثه حرقت البطاريات، الجمعه اللي بعدها حرقت البطاريات من الشعر. يبقى انا كده عملت 3 جمع عملت فيهم 3 حاجات. ممكن ان شاء الله اكمل لك برضه في الفيديو الجاي، لان موضوع التطهير موضوع مهم جدا وهنتكلم فيه باستفاضه ان شاء الله. مش هنعمل فيديوهات تانية الا لما نخلص موضوع التطهير خالص. تحياتي للناس، يا رب دايما من نجاح لنجاح. ولو انتم مش فاهمين اي حاجه او في حاجه معدياكم او عدتني انا، علق لي تحت الفيديو وانا معاك تاني. تحياتي لكل الناس، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.